بدأتي تحسي بتغيرات قرب سن ال40 أو فعلا عديتي ال40؟ طب وإيه يعني؟ مش نهاية العالم. بدأنا نحس بتغيرات في جسمنا وحاجات بتعلى وحاجات بتقل، وتغيرات في شكلي وتغيرات في جسمي وتغيرات في شعري. تعالوا في أولى سلسلة حلقات سن ال40 نقول هو إيه اللي بيحصل علميا وباختصار شديد جدا، عشان دي حكاية طويلة. عايزين نعرف هو إيه اللي بيحصل. هرمون الاستروجين بيبدأ في نهايات الثلاثينات وبدايات الأربعينات، وطبعا ده انديفيدوال، مش كل الناس زي بعض. بيبدأ يقل وبالتدريج. طب ايه هو هرمون الاستروجين؟ هرمون الأنوثة يا ستي، اللي مسؤول عن أنوثتك. هرمون الاستروجين ده بيبدأ يقل عندنا شوية بشوية. وكمان هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون القلق والتوتر والخوف بيبدأ يزيد، فبالتالي انا بكون عصبيه اكتر او متقلبه المزاج، يعني مودي نص ونص، يعني تتجنبونا احسن. اوكي. ونتيجه لنقص هرمون الاستروجين بيحصل تقلب في النوم، يعني النوم بتاعك ما بيبقاش نوم مرتاح، ودي سهله جدا. هناخد قرص ميلاتونين 3 مللي جرام. وعلى فكره الميلاتونين هو هرمون المسؤول عن النوم براحه او النوم بعمق او النوم اللي ما فيهوش توتر وقلق. يعني ما هوش ادمان وما هوش منوم وما هوش مهدئ وما هوش حاجه من دي خالص. ده لو حصل لنا العرض ده سهل قوي نحله من غير ما نوجع دماغنا بحاجات كتير، لان بصراحه عدم تظبيط النوم بيأثر على حاجات كتيره جدا، خاصه في حياه الست الاربعينيه. ايه كمان بيحصل ان اعاده توزيع لدهون جسمك، فالدهون بتترسب اكتر وبتتراكم اكتر في منطقه الكور، اللي هي وسطي اللي كان قد كده بقى مفيش وسط، والمنطقه دي بقت مليانه دهون. وعلى فكره سهل قوي نحل الحته دي، يعني لو لعبنا شويه رياضه خفيف خفيف كده في البيت يا ستي، افتحي اليوتيوب واتفرجي كام تمرين هتعمليهم كل يوم هيساعدوكي جدا 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 في ضبط قوامك. لو بتنزلي النادي او التراك او حتى في الشارع تتمشي شويه ان شاء الله يا رب ربع ساعه كل يوم، هتظبطي حاجات كتيره قوي في جسمك. يعني الموضوع سهل، ما نعقدهوش. الحاجه كمان اللي بتحصل وما بتبقاش مظبوطه ابدا وبتبوظ حاجات كتير، ان عند بعض الستات بيحصل يعني عايزين نقول ايه، الايموشنال ايتنج، اللي هو باكل بمشاعر شويه، بنبسط وانا باكل، بميل اكتر للسكريات، عندي شراهه جامده ان انا اكل حلويات وديزرت وسكر طول اليوم. وده طبعا هيأثر عليكي بالسلب، مش بس عشان شيبك هيتغير ومزاجك ومودك هيبوظ والكورتيزول هيعلى وهتبقي دايما في توتر وعصبيه. لا 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 لا، ده هيأثر على بشرتك وتجاعيدك وشعرك، وده هشرحهولك في الحلقات اللي جايه. مش كده وبس، ده كمان هيسبب امراض كتير، اللي هي بقى السكري والكوليسترول العالي والقلب ومشاكل كتير قوي احنا في غنى عنها. خدي بالك كمان من نقطه مهمه جدا، لما الاستروجين بيقل عندنا بالتدريج الكتله العضليه في جسمك بتقل، ودي بقى هنقف عندها شويه، لان دي اهم من حاجات كتيره قوي، اهم من شد بشرتي، اهم من شكل شعري، اهم من حاجات كتير. الكتله العضليه دي لو باظت لا قدر الله هتبوظ حاجات كتير قوي في جسمك. ركبي بتوجعني، رجلي مش قادره امشي، دراعي مش عارف جراله ايه، مش قادره اشيل دي، مش قادره اعمل دي. دخلنا كده في الشيخوخه المبكره، لان دي ده مش سن الشيخوخه ولا العجز اصلا. فبليز نحافظ على الكتله العضليه. ازاي؟ اول حاجه هنركز جدا في اكل البروتين، لحوم، فراخ، اسماك، ونتك على الاسماك والسي فود كله، وهناكل بيض بكميات كويسه يوميا، وطبعا ما ننساش الزبادي او البروبيوتيك بصفه عامه. كل البروتين اللي داخل جسمك هيحافظ على الكتله العضليه بتاعتك، مع شويه تمارين مقاومه بسيطه واحمال. ما بقولكيش روحي شيلي حديد في الجيم، شويه مقاومه بسيطه واحمال هتحافظي على الكتله العضليه اللي هي هتساعدك ان جسمك كله ما يشتكيش. هنعمل ايه بقى في القلق والتوتر والمود المتقلب واللي ايه؟ احذر التعامل معاه. هناخد اشواجندا. الاشواجندا كل الدراسات اثبتت انها من الحاجات اللي بتظبط المزاج والمود. المهم اظبط الجرعه بتاعتها بناء على وزني وعلى سني، واخدها باستمرار في الفتره اللي فيها تقلبات مزاجيه. وعايزه اقول لك على حاجه بسيطه جدا جدا، انتوا عارفين ان احنا نقدر بمشروبات بسيطه نعوض نقص الاستروجين في جسمنا؟
انتوا عارفين اليانسون، المشروب الغلبان الضعيف ده، المشروب ده فيه يعني مش هقولك ان هو فيه استروجين، هو فيه ما يشابه عمل هرمون الاستروجين، فبيخليه نقول عليه المشروب الانثوي. عارفين الامثال والبوستات اللي بتتكتب عايزه صوتك يبقى ناعم اشربي ينسون؟ هو ده، عشان هو فعلا بيشتغل زي الاستروجين او مشابه لهرمون الاستروجين. فكل يوم ما تنسيش في مج ينسون مهم قوي ان انا اشربه. مش بقول لك حطيه مكان القهوه، هنشرب القهوه بس هنقلل كميتها وهنشرب ينسون يوميا. طبعا انا معاكي ان بيحصل تغيرات كتيره في البشره والشعر، في جلدي، في وشي، شويه بقى تجاعيد بدات تظهر، خدودي اللي كانت عاليه فوق بدات تنزل، شفايفي اللي كانت مقلوبه ورسمتها كويسه بدات تبقى فلات وتسقط لتحت، وكل ده هيتحل في 5 دقايق بالظبط. بس احنا هناخد الحلقات واحده واحده، وانا هشرح لك ايه اللي تقدري تعمليه حتى وانتي في بيتك عشان تعيشي السن ده بمنتهى الامان وتحبي نفسك وتتقبليها في كل اعمارك. هتتابعوني كمان في الحلقات اللي جايه عشان نقول مع بعض ايه الفيتامينات المطلوب مني ان انا احافظ عليها في جسمي في الفتره دي، ايه الفيتامينات اللي هتخليني دايما فريش ودايما الخلايا في جسمي نشطه وشغاله وما عنديش اي اعراض للشيخوخه، وتخليني دايما اعيش بشكل حلو وبصحه جيده. تابعيني في كل الحلقات الجايه، وكل حلقه هنزلها مخصوص لحاجه معينه تهمك في سن ال40، وما تنسيش انك بتسالي مجرب، يعني انا كمان بشجع نفسي معاكي. الخلاصه بقى، افهمي جسمك ودلعيه وشوفي هو محتاج ايه، هتعيشي احلى سنين عمرك في السن اللي جاي.